هناك سؤال هام يتعلق بالعقيدة ينبغي أن يعلم أو أن تعلم إجابته عند الجميع. غلاء الأسعار، الغلاء الذي يشتكي منه الناس أو عدم توفر بعض السلع، من المسؤول عن هذا؟ هل الحاكم هو الذي يسأل عن هذا فقط؟ لا والله، ليس هو الذي يسأل عن هذا، وإن كان مسؤولا، لكن ليس هو المسؤول الأول وليس هو المسؤول الوحيد، بل كلكم مسؤولون عن هذا. واسمعوا إلى ما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج هذا الترمذي وغيره وحديث صحيح. فقالوا ساعر لنا يا رسول الله، يعني اجعل لنا تسعيرة، ساعر لنا يا رسول الله، لأن غلا السعر، يعني هذا الغلاء ليس وليد الوقت، بل كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلا السعر يا رسول الله فساعر لنا. فبماذا أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الإمام، هو الرسول، هو إمام المسلمين، يعني هو حاكم المسلمين وإمامهم ورسول الله في مقام الرسالة ومقام الإمامة والحكم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني أرجو الله أن ألقى الله أو أن ألقى ربي لا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. هذه إجابته صلى الله عليه وسلم، أرشدهم إلى الأصل. من الذي يساعر؟ قال إن الله هو المساعر القابض الباسط الرازق، هو سبحانه الذي بيده التسعير. إذا غلى السعر فبقدر الله، وإذا انخفض السعر فبقدر الله. ولكن هذا القدر ليس جبرا كما يقول الجبرية، بل هو بما كسبت أيدي الناس وبحكمة الله في كونه. له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق أو الرازق سبحانه. فهو سبحانه بيده الرزق وبيده التسعير وبيده الغلاء والرخص. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون بسنن الله التي جعلها سبحانه نظاما لهذا الكون. فمن سننه سبحانه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض فقط، ولعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر ليس بما كسبت أيدي الحاكم وحده، بما كسبت أيدي الناس ليذيق الناس بعض الذي عملوا، يعني هذا بعض جزء، ولو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم. ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. يعني الحكمة من هذا الابتلاء بالغلاء أن ترجعوا إلى ربكم، لا أن تقوموا بثورة حتى تزيدوا البلاء بلاء وحتى تزيدوا الغلو في الغلاء غلوا. فهؤلاء الخونة الذين لا يتبعون كتابا ولا سنة، والله لا يتبعون كتابا ولا سنة، هذا الحزب الذي أضل المسلمين باسم الإسلام، والله لا يريد بكم الخير، والله لا يريد بكم الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أقولها وهذا قسم يسألني الله عز وجل عنه، والله لا يريدون لكم الخير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جر الجرس. بارك الله فيكم.